بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخواتي وحبايبي الاهلاويه، اهلا وسهلا بيكم. اخبار سعيده جدا جايبها لكم على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع، وصفقات قويه جدا جدا من العيار الثقيل بعد ما شركه الرعايه الجديده خلاص تحملت جزء كبير جدا من العقود بتاعت اللعيبه والصفقات الجديده اللي هتشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه. فالاهلي دلوقتي بدأ دايرة البحث بتاعته توسع وسقف العقود بتاعته تعلى، وبدأ يدور على أسماء هتبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا لجماهير النادي الأهلي. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، أمثال كده تريزيجيه، واللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوف إن تريزيجيه اقترب من النادي الأهلي، وفي كمان أكتر من لعيب على رادار النادي الأهلي من الطراز الفريد. هنتكلم النهارده في أول الفيديو على لاعب رشحه الماجيكو ساحر القلوب محمد ابو تريكه، وهو السفاح بغداد بونجاح، الدولي الجزائري المرعب، حاجه كده جوه منطقه الجزاء، وحش وحش وحش. مين فينا ما يعرفش بغداد بونجاح؟ واللي ما يعرفش بغداد بونجاح، هو بيلعب في نادي السد القطري، عنده 32 سنه، طوله 185 سم، لعب مع نادي السد القطري الموسم ده 26 مباراه، وسجل 16 هدف وصنع 4 أهداف. بغداد بنجاح لعب طوال مسيرته 333 مباراة، سجل 250 هدف وصنع 86 هدف. قيمة تسويقية لبغداد بنجاح 3.5 مليون يورو. بغداد بنجاح لاعب يمتاز بألعاب الهواء، يمتاز بإنهاء الهجمات بسهولة جدا، بيعرف يلعب على الأرض، وحش جوه منطقة الجزاء. هو فعلا فعلا يعني طالما الماجيكو ابو تريكه قال رشح حد، هو فعلا الاهلي محتاجه. هو بيعرف ينهي الهجمات بسهوله جدا، يعني راجل عارف طريق المرمى شغلته، هو يعني صنعته بيجيب جوان، يعني صنايعي، هو ده بابا المجال. فباذن الله وامر الله لو بغداد بنجاح جه وبقى في تشكيل الاهلي، تتوقع ان الاهلي هيحرز اهداف كتير جدا جدا جدا. بغداد بنجاح صفقه مميزه، واتمنى انه يجي النادي الاهلي. بالنسبه للدفاع، خلاص مارسيل كولر استقر على انه عايز 2 لعيبه في خط الدفاع، وليه اشتراطات خاصه في اللعيبه دي. ان اول حاجه تكون العاب الهواء نمره واحد عندها، سرعه، وطبعا سرعه وقوه وكل حاجه والتحامات، لكن العاب الهواء مارسيل كولر حط ايده على المشكله. النادي الاهلي بقاله فتره طويله جدا جدا، يعني اكتر من جيل، اكتر من سنه، ومش النادي الاهلي بس، الكره المصريه كلها عندها مشكله في العاب الهواء والكور العاليه، سواء من الكور الثابته او المتحركه، سواء بنلعب بامان تو مان او بنلعب زون. عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره جدا في التمركز، في التغطيه، في الجامبات، عندنا مشكله كبيره جدا في الاطوال. فمارسيل كولر ولجنه التخطيط استقروا على ان اللعيبه اللي تيجي تكون بتتقن العاب الهواء. ولما نتكلم على العاب الهواء، يجوا ملوك العاب الهواء المدافعين شمال افريقيا. يعني لما نتكلم على مدافعين الجزائر، المغرب، تونس، دول حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني ممكن الماتش كله يبقى مقفول، كوره عاليه كورنر او فاول او عرضيه، يطلع مدافع يخلص الماتش. حتى لما تبص للاحصائيات تلاقي مدافعين شمال افريقيا دايما بيبقوا جايبين 3 اهداف، 5 اهداف، 7 اهداف، يعني دايما تلاقيهم بيحرزوا اهداف. فمارسيل كولر واداره التخطيط، لجنه التخطيط، قرروا ان هم يعني تكون الاولويه للمدافعين شمال افريقيا، ويكون مدافع يتميز بالعاب الهواء. وفي اكتر من لاعب ظهر على الساحه، زي مثلا اللاعب علاء غرام لاعب الصفاقسي، واللاعب زين الدين بدعيد لاعب اتحاد العاصمه، واللي هنتكلم عليه الجديد النهارده اللي يعني لاول مره ممكن الناس تسمع اسمه، هو عبد الحمد بن ناصر لاعب اتحاد العاصمه. ده لاعب يمتاز بالهدوء، ويمتاز بدقه التمريرات الطوليه، ويمتاز طبعا بالعاب الهواء والسرعه والالتحامات، وسنه صغير، والكل بيتوقع له مستقبل باهر. ولو جاب باذن الله يبقى الصخره الجديده، يعني صفقه مميزه جدا جدا جدا. وطبعا في لعيبه محليين ظهروا في الساحه برضه، لعيبه جامده جدا. يعني احتياطيا، يعني لو الاهلي ما عرفش يخلص مع لاعب من شمال افريقيا، فتقريبا الاهلي بيتكلم على دفاع زد بالكامل.
مصطفى العش ومحمد اسماعيل الاثنين على رادار النادي الاهلي. يعني لو ما خدهمش الاثنين هياخد منهم واحد، لو جاب واحد من شمال افريقيا ممكن ياخد واحد منهم. لكن هو مارسيل كولر عايز اتنين مدافعين كده كده يعني. فباذن الله الاهلي يتوصل انه يوصل لاثنين مدافعين يكونوا على مستوى المسؤوليه، ويقدروا يشاركوا معانا على مستوى البطولات اللي احنا داخلين فيها باذن الله وامر الله الموسم القادم. شويه اخبار سريعه كده كده لمحبين النادي الاهلي في ثواني كده، بس اخبار برضو سعيده. يوسف عفيفي لاعب النادي الاهلي مواليد 2005 يحترف في سبريسكا السويدي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره. اللاعب ده يا جماعه لاعب جامد جدا، بيلقب بالساحر الصغير، طالع كده فتره اعاره ان شاء الله يكون يعني يكون بدايه العقد وبدايه لمحمد صلاح جديد باذن الله، لانه لاعب فعلا يعني اللي شاف كل الناس اللي شافته قالت ان هو فعلا لاعب موهوب جدا جدا ومميز، وباذن الله وامر الله يكون اضافه للمحترفين المصريين في الخارج. كمان عايزين نقول ان مارسيل كولر احتفل بالفوز على مازيمبي بالشوكولاته السويسريه، واعلن على حسابه الرسمي على فيسبوك تصبح مشاهده المباراه اسهل بكثير بطعم الفوز والشوكولاته السويسريه. مارسيل كولر كمان كان بيتفرج على الماتش تاني عشان يشوف الاخطاء ويعرف نقط الضعف بتاعته عشان يقدر يعالجها قبل مباراه النهائي باذن الله وامر الله. كمان عايزين نقول اكتمال عنقود الانديه المشاركه في كاس العالم 2025. خلاص اكتملوا الاربعه المشاركين: الاهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز جنوب افريقيا. وزي بقى ما انت عايز قول كبار القوم هيلعبوا معانا بقى: بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، اليوفنتوس، تشيلسي، زي ما انت عايز قول. خبر كمان اخير: غرامه ماليه على عمرو السوليه طبعا وعلى كهربا عشان الاعتراضات وعشان المشاكل اللي عاملينها في الاخر دي. اعتقد ان المشاكل بدات تكتر، واعتقد ان احنا محتاجين سيد عبد الحفيظ. قلنا قبل كده وبنعيد تاني: في وجود سيد عبد الحفيظ ما كناش بنسمع عن المشاكل دي. يا ريت سيد عبد الحفيظ يرجع تاني. بابا المجال هو اللي بيعرف يظبط الدنيا. وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.